دي تتبيلة حلوة قوي للكبدة المشوية أو الكبدة الجريل، سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص في التحضير. عايزين كوباية كبيرة مية بصل ومية طماطم، هنضرب لها في الهون كام فص من الثوم مع قرن فلفل حامي، وده طبعا اختياري بس بيدي طعم حلو قوي للتتبيلة. بعد كده هناخد الخلطة دي نحطها على مية البصل ومية الطماطم ونتبل بفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، هنظبط الملح وهنزود كمان عصير ليمونة ونقلب التتبيلة دي كويس جدا. بعد كده هنجيب شرايح الكبدة تبقى متقطعة تقطيعة متوسطة، يعني لا تخينة ولا رفيعة علشان ما تنشفش منكم. هنحطها في التتبيله ونسيبها بقى في التتبيله دي شويه كده علشان تشرب منها. بعد كده في طاسه سخنه جدا جدا على نار عاليه هننزل شويه زيت صغيرين وننزل فيها شرايح الكبده. هم 3 دقايق على كل جنب وبتكون استوت، مش بتاخد اكتر من كده علشان ما تشدش منكم. في نفس الطاسه بقى بقطع شويه خضار عباره عن بصل متقطع شرايح رفيعه، فلفل رومي، فلفل حامي، وبنزلهم بديهم تشويحه كده ياخدوا من طعم الطاسه ومن طعم تتبيله الكبده، بيبقى طعمها حلو قوي. بحطهم بعد كده على وش الكبده، وكده عندنا احلى كبده مشويه انتوا ممكن تجربوها وبالف هنا.